السلام عليكم ومرحبا بكم دائما مع خالتكم مطبخ خديجة دي زاد. اليوم جبت لكم وصفة المحلات، الوصفة اللي يخدموا بها صحاب الكوشة، عطاها لي مولاها الله يرحمه ويرحم والديه. اليوم جبتها لبناتي باش ديروها في دياركم لولادكم اللي يقروا اللي يدوا الصبيرة. تجي تقولي شريتيها من برا، علاه تروحي تخسري دراهمك وتشريها بالغلا؟ ديريها لوليداتك في دارك وحاجة نقية. يلا نبدو على بركة الله، بسم الله، وما نسوش نصلوا على حبيبنا رسول الله. في الوصفه تاعنا، وصفتنا نحتاج لها 3 حبات بيض. الا كان عندك كبير ديري 2 حبات، الا كان عندك صغير كيما تاعي ديري 3. زيد معاها كاس ماشي معمر تاع سكر، انا غادي نخدم اليوم بالكوبلي، وانتي الا عندك الكاس تاعك تنجمي ديري وما تعمريش السكر حبيبات. نضربوا غايه الخليط تاعنا، نضربوا مليح داك السكر مع داك البيض حتى نشوفوا الخليط تاعنا بيضنا. نروحوا نجيبوا الزيت، نديروا نص كاس تاع الزيت، ونحطوه على شكل خيط كيما هكا. الا كنتي تخدمي بالباتور حطي غير بشويه، انا راني نخدم بالبيترا، حطيته على شكل خيط وخليته يتدرب حتى يولي لي الخليط كريمي هكا. بالوصفه تاعنا تنجح لنا وتجينا شابه وما غاديش يحشمك هذا الكيك كي ديره. غادي ت... تتباهي بعمرك وتقولي درت الكيك اللي نشريه من برا. نزيد مغرف صغيره تاع قهوه اللي نحركوا بها السكر لافاني. خليط هذا هو تاعنا، غادي نجيب انا نحط له 2 تاع كوبلي تاع فرينه. نتوما كما قلت لكم لو بغيتي تخدمي بالكاس خدمي 2 كوبلي تاع فرينه. نضرب هذاك الخليط غايه شويه، سرعه تكون خفيفه. ونجيب الحليب تاني ماش معمر، يعني راه قالعه قريب اصبع. الحليب تاعي يكون على درجه المطبخ، نحطه نفرغه كيما هكا مباشره باش الخليط تاعي يخفاف لي ويجيني الكيك تاعي يجي شباب. هذه هي لاستيس تاع المحلات، ما يديروش الماء ولا الحليب قبل ما يديروا الفرينه. هنا الفرينه هي اللي تشد لنا هذاك الخفيه باش ما يجيناش ايبونج، يجي ناشف وشاد روحه. نزيد هنايا الفرينه بلا ما ننسى رشه الملح. وغادي نحطو، غادي تقولوا لي بزاف، هي ماشي بزاف، غادي نحطو وزن 10 غرام تاع خميره الحلويات، يعني 2 ساشي. ونحط الكوبلي تاع الفرينه ونضرب، نخلط وانا نقول نخلطوا بالفوي كيما هكذا حتى غادي تشوفوا القوام اللي غادي نتحصلوا عليه. هذا الكيك بناتي وخواتاتي ديروه وغادي ترحموا عليا الوالدين. نزيد مغرف تاع الخل يعطينا الهشاشه ويعطينا الكيك تاعنا، يعطينا قوام شباب. نبقوا نخلطوا في الخليط تاعنا ديك الفرينه اللي درناها ومع داك الخل ومع داك، وهذا هو القوام تاعنا. شوفوا نتحصلنا عليه قوام خفيف وماشي مدكس. نجيب المول تاعي اللي كنت موجداته، درت له شويه تاع مارغرين ومغربلاته بالفرينه وفتها غايه. والكوشه راهي مشعوله بناتي، الفرن مشعول. هنايا نحط الكميه بخاسك كاع ونخليه غير شويه. دوك تشوفوا واش غادي ندير. بناتي وخواتاتي ما تنساونيش غير بجام وكومونتير، وجميع اللي راهي تحط لي كومونتير وراهي كيما نقولوا تساندني في هاد لي فيديو. نشكرها بزاف بزاف من كل قلبي. وما ننساش بنتي وحبيبتي ام ادم، دائما مساندتني، بارك الله فيك وشكرا لك. نزيد هنا 3 مغارف تاع كاكاو، وزدت معاهم 2 مغارف تاع حليب. علاش؟ باش نحلو، خاطش كي تحطي الكاكاو في العجينه نتاعك غادي يتشرب لك. هنا باش نخفوها وتجينا خفيفه نحطوا لها 2 مغارف تاع حليب باش تجي خفيفه. ونجيب هنايا كيس حلواني ولا ما عندكش ديري غير بالمغرف اللي كان واجدك في الكوزينه خدمي به. نعمرته كيما هكا وغادي نحط خطوط. انت تنجمي ترفديه غير بالمغرف لما كانش واجدك كيس حلواني وتحطيه. انا بغيت نخدم خدمه نقيه لبناتي، درتها كيما هكا وراني ندير هاد الخطوط. غادي تشوفوا معايا المرحله كيفاش غادي يجي شباب ويجي ما شاء الله هاد الكيك. وسيرتو كي طيبيه غادي نعطيكم استيس، كي طيبوا هاد الكيك تاعكم ما تعجلوش عليه باش تقلبوه، ما تعجلوش عليه باش تقطعوه، خلوه يبرد حتى 2 سوايع عفوا 2 سوايع 3. راني وصيت بنياتي. هنا لو كان تقلبيه هو حامي يتفتت لك، ولو كان تخدميه ديكوريه هو حامي بزاف تاني ماشي غايه. خليه يبرد وخدمي الكيك تاعك وحطيه غادي يجيك تاع برا تاع الكوشه. صدقون بناتي وصفه المحلات. هنا بناتي وخواتاتي درت هذيك الحركه، دخلت هذاك الخليط الاسود كيما شفتوا معايا، دخلته طابلي
وهنايا راني ديموليته شوفوا زعما فاسيلمون ما غبنيش، غير شويه في الوسط بناتي للامانه، شويه فقط نحرق لي ماشي نحرق لي غير شويه، المول الجديد مازال ما كيما نقولوا ما عرفتلاش طيابه. نجيب هنايا الكونفيتور تاع المشمش معروف، نخدموا به الحلويات تاعنا، ندير له شويه من الفوق هكذا، ولا كان عندك لا جولي، لا كان عندك كيما نقولوا لاباج، اللي كان عندك ديري به، ما كانش عندك شويه تاع عسل، شويه سيرو، المهم ديري الكيك وتزينيه كيما بغيتي، كيما بغيتي تزين، وتنجمي تخليه غير كيما هكا غير شويه سكر غلاس وانتيا كملتي. شوالا بناتي وخواتاتي نوصيكم ونعاود ما تقطعوش هو حامل فقط، عمر الكيك كيما هكا، هاد الوصفات هادو ما يتقطعوش هو حامي، يتفتت، يبغي يبرد ويشد روحه. ما جربتوهش تاع الكوشه كي تقطعيه يجيك القوام تاعه شباب ويجي ناشف ويجي ما شاء الله، خاطش يخلوه يعطوه الوقت تاع يبرد ويشد روحه، عاده باه يبيعوه لنا. نجيب هنا زينته بهذاك شويه تاع الكوكاو كان عندي، وزدت درت له خطوط تاع الشوكولا، وغادي نخلي الكيك تاعي يبرد ونقطعه مع بنياتي وخواتاتي، وان شاء الله تجربوا الوصفه وتخلوا لي كومونتير شباب كيفكم، ودعموني بناتي، فقط البارطاج، وبارطاجوا مع خواتاتكم وكاع اللي تعرفوهم باش تعم الفائده للجميع. راني نوري لبنياتي وانتم وروا لحباباتكم وخواتاتكم، صح بناتي؟ انا زينتها كيما هكا، وغادي قلت لكم غادي نخليه يروح يبرد، عفوا قلت لكم يروح يبرد، نخليه يبرد ونقطعه مع بناتي. هنا خليته بناتي بالامانه ما خليتهش بزاف، بزاف خليته واحد 2 سوايع حتى برد غايه، برد لي مليح 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 باش ما يتفتتش. غادي نقطعه معاكم وشوفوا كي غادي يجي من الداخل، يجي ما شاء الله، يجي شباب بزاف. هذه عاد القطعه الاولى تاع الحواشي، شوفوا الوسط كي يجي ما شاء الله، غير جربوه، ديروه لولادكم في الصبيره، يتقهوا به الصباح، يتقهوا به العشيه، ما شاء الله، خير ما تروحي تشريه وكل شيء راه غالي. نتمنى الوصفه ان شاء الله تعجبكم وتجربوها بناتي وخواتاتي، وهذا لا فيديو يدخل عليكم بالصحه والخير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، في وصفه اخرى ان شاء الله مع بناتي.